كرم الضيافة العمانية، طيبة أهل عمان كلياتها مخلوطة في هذا العطر. كادن من عمان لكجري أو من الفخامة العمانية، اسم على مسمى. إذا ذكر كلمة عمان بعطر اعرف إنه العطر فخم، هاي مش مختلفين عليها. فلما يكون من الفخامة العمانية شخصيا اعرف إنه الفخامة نيكست ليفل. كادن أتوقع معناها الصديق، والعطر مستوحى بشكل كامل من كرم الضيافة العمانية، من القهوة العمانية ومن الحلا العماني. يعني تخيل حالك رايح ضيف على عمان عند أهل عمان بمحبتهم بكرمهم بطيبتهم، ويدخلوك على الديوان أو على الخيمة أو على بيت شخص فيهم ويضيفوك الحلا العماني والقهوة العمانية. ريحة البيت بالبخور وبالعود اللي فيه، ريحة الحلا العماني، ريحة دلة القهوة بالقهوة بالزعفران، كل هاي الروائح ممزوجة مع بعض رح تعطيني ريحة كادن. وهاي الصورة اللي مستوحين منها اسم العطر وتوليفة العطر بشكل عام. هلا العطر نوستالجيك، يعني العطر لما تشمه بتحس بالحنين لشو كل واحد بتحس انه مرتبط بإشي معين فيه. يعني مثلا خلينا نحكي عن الخليج العربي، ريحة الديوانية اللي هي فيها ريحة القهوة بالاشياء السويت او الحلويات اللي ممكن تكون فيها كان تمر، او الحلا مثلا العماني البحريني. بالنسبة لنا مثلا بالاردن بسوريا بلبنان بذكرنا شوي ممكن بريحة الشتاء لما نقعد حد النار نشوي كستنة، كمان هاي الروائح. حتى الاجانب يمكن لما يجربوا هذا العطر يمكن هاي كمان فيها التويست هلا بحكي لكم عنه شوي. حتى الاجانب لما يجربوا هذا العطر بذكرهم وهم قاعدين حد الفاير بليس ممكن بيشووا مارشميلو. حتى اعطاني شويه لمحات من باي ذا فاير بليس من ريبليكا. فاتوقع هون اللي عاملينه الفخامه العمانيه انهم حاولوا يجيبوا كرم الضيافه العمانيه ويحطوه بصوره توصل حتى للاجانب. خلينا نقول اول ما شميته مباشره شميت في ريحه القهوه بطابع بوزي شوي. هلا يمكن التويست البوزي اللي عاملينه هون هو اللي بده يخلي العطر اقرب للانوف الاجنبيه او للاشياء اللي ممكن تلفتهم. بالنسبه لنا احنا كمان قادرين نشم القهوه والزعفران بشكل جدا واضح، فمزيجهم مع بعض بيعطيني ريحه سويت سبايسي امبري دافيه بوزي بدبث وبعمق جميل جدا. بتحس العطر لونه برتقالي على بني هيك مع ريحه نار او مع جو فاير بليس. اول ما تشم العطر هذا الجو والطابع اللي بوديك عليه مباشره باداء جدا ممتاز. طبعا الفخامه العمانيه النقاط الرئيسيه عندهم بعطورهم الكرييشن خارج عن المألوف، النقاء عالي جدا جدا، البرفورمانس جدا جدا ممتاز. كادر رح ينزل قريبا، انا وصلني قبل ما ينزل فحبيت احكي لكم عنه، حبيت اوصل صورة العطر مباشرة اول ما ينزل ان شاء الله. كمان بخبركم وقولوا لي هل متحمسين تجربوا العطر بناء على الوصف اللي اعطيتكم اياه. انا كمال اذا بتحبوا تسمعوا اكثر عن العطور تابعوني. شكرا.